MDJS, faire gagner le sport. اهلا بكم متتبعي موقعنا موقع لو ماتان سبور في حلقه جديده من برنامجكم غيداك سبور. والبدايه غادي تكون مع ابرز العناوين. غاريدو يقول سنحاول فرض اسلوبنا للظفر بالنقاط الثلاث. الكعبي ينضم مباشرة لتدريب فريق السد القطري. موعد إعلان الركراكي عن قائمة الأسود لمواجهة البرازيل والبيرو. أسود الفوتسال يجددون الفوز على المنتخب الفرنسي. الوداد يناشد أنصاره قبل مباراة فيتا كلوب. وتشيلسي يضع زيدان هدفا لإنقاذ موسمه. والآن إلى التفاصيل. أهلا بكم. قال كارلوس غاريدو مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم صباح اليوم الخميس خلال الندوة الصحفية اللي كتسبق مباراة الوداد وفيتا كلوب الكونغو لغدا الجمعة برسم مؤجل الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا أن الفريق الأحمر كتنتظر مباراة صعبة أمام أحد أكبر الفرق الإفريقية. وأضاف غاريدو أن هناك فترات صعبة كيمر منها أي فريق وليس من السهل كل مرة الفوز ب5 أهداف، لكن من الواجب تحفيز اللاعبين على المستوى الذهني والبدني. وبخصوص لعب المباريات في وقت وجيز قال غاريدو ليس سهلا لعب كل هذه المباريات في هذا الظرف القصير، لكن كل ثقة في الوداد لأنه كيتمتع بشخصية قوية. أعلن المحترف المغربي أيوب الكعبي عن سعادته بانضمامه لنادي السد القطري، مشيرا إلى أن إدارة ناديه السابق هاتاي سبور التركي سهلت عملية انتقاله للزعيم. وقال الكعبي في تصريح لقناة الفريق القطري عبر اليوتيوب: أنا جد سعيد بانضمامي للنادي وأتمنى تقديم الإضافة المرجوة لتحقيق كل الألقاب الممكنة. وانضم الكعبي مباشرة بتدريب الفريق وسط أجواء مفرحة رفقة اللاعبين وبقيادة المدرب الإسباني خوانما، تأهبا لملاقاة فريق السيريا برسم الدور 16 من دوري نجوم قطر. شوف مصدر مطلع أن الناخب الوطني وليد الركراكي قد يعلن عن اختياراته لخوض المباراتين الوديتين أمام كل من البرازيل والبيرو يوم الخميس 16 من مارس. ومن المقرر أن يواجه زملاء ياسين بونو في المباراة الودية الأولى منتخب البرازيل يوم 25 من نفس الشهر على أرضية ملعب طنجة الكبير، في حين غادي يواجه الأسود منتخب البيرو يوم 28 من مارس الجاري على أرضية ملعب متروبوليتانو بمدريد. ومن جهته غادي يكشف الاتحاد البرازيلي غدا الجمعة عن القائمة المواجهة لأسود الأطلس يوم 25 من الشهر الجاري. جدد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة لأقل من 23 سنة فوزه على المنتخب الفرنسي بعد ما انتصر عليه بنتيجة 7-4 أهداف في المقابلة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. وكان المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة لأقل من 23 سنة قد فاز في اللقاء الأول أمام منتخب فرنسا بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد. وسجل أهداف النخبة الوطنية في لقاء اليوم كل من عبد الله المتقي ال7 في مناسبتين، وإلياس الصادق هدفين، وعبد اللطيف بقدير وأيمن حرم وعبد الله راب. قرر فريق الوداد الرياضي وضع تذاكر مباراته أمام فيتا كلوب والمؤجلة من الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا في مختلف نقاط البيع المعروفة بالدار البيضاء لغاية 8 مساء من اليوم الخميس في ملاعب محمد الخامس الأبجيكو والصخور السوداء. المباراة اللي غادي تقام يوم غدا الجمعة على ملعب محمد الخامس لن تكون تذاكرها متاحة يوم المباراة لتلعب بشبابيك مغلقة، وهو إجراء نادر ما يتم اتخاذه. دوليا أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي استقرت على الإطاحة بالمدرب غراهام بوتر نظرا لسوء نتائج الفريق. وأشارت إلى أن زيدان ولويس إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا يتصدران قائمة الترشيحات لخلافة غراهام بوتر في تشيلسي. واختمت تقريرها بأن الإسباني والفرنسي لا يرتبطان بتعاقد في الوقت الحالي وكيبحثوا عن تحدي جديد. وبهكذا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهاية أخبارنا لهذا اليوم. إلى اللقاء. MDJS, faire gagner le sport.